الفيديو ده للناس اللي طلبت مني اجرب مطعم البيك. جبنا بوكس كبير فيه سندوتشات وفرايد تشيكن ومسحب. الفرايد تشيكن بجوده محترمه وطعمها مظبوط والتتبيله بجد نظيفه. عجبني الفرايد تشيكن سبايسي اكتر من الاوريجينال، ولكن الاوريجينال برضه طعمه حلو. مسحب البيك فراخ سليمه مش مفروم فراخ، ودي حاجه حلوه جدا. متبل كويس والتتبيله واصله لحد جوه. انا جربت المسحب في مصر بس الصراحه مسحب البيك مميز جدا. بص شكله من جوه عامل ازاي، وشكله نظيف قوي وطعمه بجد جميل. فبالنسبه لي طبعا مسحب البيك افضل من المسحب اللي انا اكلته في مصر. بالنسبه للسندوتشات جبت 3 سندوتشات. اول واحد فيهم دبل بيك، ده بيكون فيه قطعتين فراخ مسحب وبيكون فيه صوص جبنه. صوص الجبنه الجوده بتاعته حلوه جدا، وكميه الفراخ جوه الساندوتش كويسه. ساندوتش الباربيكيو نفس الفكره بتاعت الدبل بيك، ولكن مختلف عنه انه فيه صوص باربيكيو. ساندوتش الباربيكيو كان حلو جدا عجبني، ولكن احلى ساندوتش عجبني من عند البيك هو ساندوتش بيج بيك. بيكون فيه قطعه مسحب عملاقه كبيره قوي كده. الساندوتش ده بالنسبه لي تحفه، طعمه حلو جدا وجواه ميكس كده، وحسيت ان جواه زي كول سلو. ده من افضل الحاجات اللي عجبتني عند البيك، حلو قوي. انصح اي حد هيجرب البيك لازم يجرب الساندوتش ده. وبعيدا عن الفرايد تشيكن الجامده والنظيفه ديت اللي احنا شفناها مع بعض، شاورما البيك، شاورما الفراخ بالتوميه. رغم ان البيك مش متخصص في الشاورما، ولكن الشاورما كانت حلوه قوي. تجربتي مع البيك مطعم انا قيمته، والاكل كان بارد ولكن كان حلو قوي، ما بالك لو الاكل كان سخن.